مع اقتراب شهر رمضان يعود اسم دروب المرجلة ليتصدر الحديث من جديد، ويتساءل الجمهور: هل سيعرض الجزء الثالث؟ وما هي أحداثه؟ وأين سيتم تصويره؟ ومن هم النجوم الذين سينضمون هذا العام؟ تابعونا للتفاصيل. قبل أن نبدأ لا تنسوا الصلاة على النبي ودعم القناة بالإعجاب والاشتراك. بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل في موسمي الأول والثاني، قرر فريق العمل والقناة المنتجة المضي نحو موسم ثالث يحمل رؤية مختلفة وقصة جديدة تماماً لتقديم تجربة أوسع وأكثر نضجاً للمشاهدين. النجم ناصر العنبري أكد أن الجزء القادم سيحمل تطورات قوية وأحداثاً غير متوقعة، ووعد بأن يكون هذا الموسم الأفضل والأكثر إثارة منذ انطلاق العمل. كلية تسأل هل في جزء ثالث من مسلسل دروب المرجلة؟ والله ايوه نعم، احنا اخبرونا وخلاص ان شاء الله قريبا يبدأ في جزء ثالث ويكون اجمل واروع ان شاء الله. كما أوضح الفنان صلاح الوافي أن الموسم الجديد سيعرض هذا العام مع الحفاظ على الأسلوب الذي يمزج بين الكوميديا والدراما الواقعية القريبة من حياة الناس. الأعمال القادمة معنا عملية السنة هذه إن شاء الله. ما شاء الله. دروب المرجلة الجزء الثاني السعيدة، ومعنا لصوص العمارة بإذن الله. أما الفنان صالح العولقي فكشف أن شخصيته ستشهد تطوراً واضحاً، وأن الجمهور سيشاهد جانباً جديداً من أدائه في هذا الجزء، وأكد أن العمل سيضم مجموعة من الوجوه الجديدة التي تنضم إلى طاقم النجوم السابق. بح جزء ثالث إن شاء الله، في جزء ثالث إن شاء الله إن شاء الله تعالى. صلاح الوافي، صالح العولقي، زيدون العبيدي، زين العابدين، أبلان، أشواق علي، وغيداء العلفي. ومن أبرز المستجدات أيضاً غياب الفنانة هديل مانع عن هذا الموسم، مع تداول أنباء حول انضمام الفنانة سماح أنعم كبديلة لها. المسلسل من إخراج وليد العلفي الذي وعد بأن يكون هذا الموسم الأقوى والأضخم بين الأجزاء الثلاثة، سواء من ناحية الإنتاج أو المستوى الفني. أما المفاجأة الكبرى فهي أن هناك أخباراً غير مؤكدة حول تغيير موقع التصوير، وأن العمل قد ينتقل من تعز إلى مدينة سيئون، على أن يبدأ التصوير في بداية شهر ديسمبر في حال تم تأكيد ذلك. وسيعرض الجزء الثالث على قناة السعيدة خلال شهر رمضان القادم، ليكون من أبرز الأعمال اليمنية المنتظرة لهذا العام. ولا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلكم آخر أخبار الدراما أولاً بأول.